السلام عليكم. المهم ندخل في الموضوع. بتكلم النهارده عن افضل طريقه لكيفيه تنظيف سير التريد ميل. افضل طريقه تنظفوا بيها سير المشاية الكهربائيه عندكم. بعض الناس بينضفوا السير بسبونج اسفنجه، غلط لان السير ما بينضفش كويس. والبعض الاخر بيشتري سبراي ملمع منظف، ودي تكلفه عليكم. النهارده هقول لكم على طريقه سهله جدا وبسيطه جدا وما فيهاش تكلفه خالص، والسير بيرجع جديد كما كان. ومتأكد بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده مش هتنضفوا السير غير بالطريقة دي، لأن دي أفضل طريقة. خليكم معايا وهتشوفوا ده ازاي. تشتروا فرشة زي دي من سوبر ماركت أو محل أدوات منزلية، وبتجيبوا حاجة عندكم في البيت بتملوها مية، تسقطوا الفرشة في المية كده وعلى السير، وبتضغطوا بإيدكم جامد شوية عشان التراب اللي على السير يخرج والسير ينضف بشكل كويس. رايح راجع كده. ترجعوا تسقطوا الفرشة في المية تاني. على السير رايح راجع كده لما بتلفوا السير لفة كاملة. لما بترجعوا تسقطوا الفرشة في المية بتشوفوا لون المية بيتغير من التراب اللي على السير، من الشوز اللي بيبقى في رجلنا طبعا. رايح راجع كده. ممكن تشغلوا التريد ميل على ابطأ السرعة وتنضفوا بايديكم، او ممكن ترجعوه بايديكم زي ما انا بعمل كده الطريقة دي افضل طريقة تنضفوا بيها السير، افضل من السبراي الملمع المنظف اللي انتم بتشتروه، وافضل من الاسبونج. دي افضل طريقة والطريقة ممتازة جدا. بعد ما تجربوا الطريقة دي هتشوفوا ان السير رجع جديد كما كان. مش هتنضفوا السير بعد كده غير بالطريقة دي. كده لفيت السير لفة كاملة زي ما انتم شايفين. لفيته لفة كاملة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بتجيبوا حتة ناشفة من عندكم، بتنشفوا الماء اللي على السير، بتلفوا لفة كاملة ايضا. تمام. بتلفوا لفة كاملة وبتنشفوا الماء اللي عليه، وبعد 10 دقايق ربع ساعة بتشوفوا الفرق بنفسكم ان السير رجع جديد كما كان. ولو انتم مهتمين بمجال الرياضة فتنس كارديو واجهزة رياضية، اشتركوا في قناتي وعلشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله اساعدكم بيه، وان شاء الله اقدر اساعدكم وافيدكم في فيديوهات جاية كتير. ولو استفدتم من الفيديو ده لايك وفعلوا الجرس. السلام عليكم.